إذا مشاهدينا الكرام، هذه الصورة كما تتابعونها معنا وتردون على الهواء مباشرة من مدينة السويس، إذ ينتظر أن يحضر ويشهد الرئيس المصري القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي اصطفاف تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالسويس ضمن نطاق الجيش الثالث الميداني. وهذه هي التشكيلات التي تضمها هذه الفرقة، وقد اصطفت واحتشدت بكامل طاقاتها وقواتها وقدراتها. هذا الاصطفاف الذي يظهر قدر الإمكانات المتاحة لدى هذه الفرقة ضمن التشكيلات المختلفة ضمن كما أشرنا نطاق الجيش الثالث الميداني في مدينة السويس المصرية. الحديث كلما ظهر تباعا عن قدرات الجيش المصري، عن طاقات الجيش المصري، عن استعدادات الجيش المصري كواحد من بين أكبر وأهم القدرات التي تحوزها أي دولة. ونحن نتحدث بطبيعة الحال عن دولة ذات ثقل وازن وكبير للغاية، تحتاج وبطبيعة الحال وطوال الوقت في أوقات السلم تماما في غير ذلك أن تكون وفق أعلى درجات الجهوزية على المستوى التدريبي، الجهوزية على المستوى التقني، الجهوزية على مستوى الإمدادات اللوجستية، الجهوزية على مستوى الحضور الدائم في طريقة التدريب، في طريقة التعامل مع مختلف الظروف. وهذه ربما سنشهد جانبا من هذا العرض كما سيحضره الرئيس المصري القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال دقائق قليلة. وهذه ليست المرة الأولى التي يحرص فيها الرئيس المصري على حضور اصطفاف أو تفتيش حرب بهذا الشكل. حضره في أوقات سابقة كما نتذكر، وكان بطبيعة الحال يمر بشكل متواصل على هذه التشكيلات، على الاطمئنان على مستوى الجهوزية إلى جانب قادة القوات المسلحة المصرية.